ما الفلول دي شتيمه اخوانيه للاسف الشديد. هم استخدموا عباره قالها الاستاذ هيكل في حواره مع محمود لا سعد. هي مش اخوانيه. صبر. هي بدات من الثوره التصنيف. لا صبر. لا. وصف والشتيمه للشتيمه. كلمه المصطلح نعم. طلع في حوار مع الاستاذ هيكل مع الاستاذ محمود سعد في التلفزيون المصري حتى بالمناسبه. فالتقطا الاخوان والاله الاعلاميه ساعتها جريت وقالت هذا الكلام. احنا يعني لا هي فلول ولا هي اشباح. على الورق رغم الطعن في النتيجه 50% من المجتمع المصري هم هذا الفريق، ينتمون لهذا الفريق. عايز تقول على ده انه فلول؟ انت تعرف طبعا معنى كلمه فلول باللغه العربيه يعني وتفسيرها. عايز تقول على نص المجتمع انهم بقايا، انهم مؤخرات، انهم مجموعه من المنهزمين في معركه واشياء من هذا القبيل؟ نص المجتمع على الورق، وانا متاكد انهم يزيدون الان. ما انت قلت عن نص المجتمع ايضا انهم حتى بقالين ما بينفعوش. لا انا قلتش كده. قلت ايه؟ على نص المجتمع؟ انا قلت على الاخوان. على الاخوان، ما هم نص المجتمع. لا مش صحيح. كيف مش صحيح؟ لا مش صحيح. اذا فريق شفيق نص المجتمع، على الاخوان لا انا ما قلتش لا مش كده. انا بتكلم على دلوقتي ده ممثل تنظيم، ده ممثل ده موضوع. انا بتكلم على تنظيم الاخوان. لم اتكلم على ال 50% الذين منحوا صوتهم للاخوان. انا افرق جيدا واحترم الاصوات الانتخابيه. طب انا بتكلم عن الفريق شفيق، مش بتكلم عن 50%. انا بكلمك انت بتتكلم، انا بكلمك على الاصوات الانتخابيه، لا اكلمك عن الاشخاص. ركز الموضوع ببساطه. انا سالتك استاذي، سالتك هل الفريق شفيق هو فلول؟ ما قلت لك هل اللي انتخبوا الفريق شفيق هم فلول؟ أوكي. انا سالتك هل هو فلول؟ تمام. جاوبتني انه لا يصح ان نقول عن 50% من المجتمع كذا كذا. تمام. كذا. سالتك السؤال ثاني، كيف لك ان تصف نصف المجتمع الاخر اللي هو الاخوان المسلمين؟ لا انت ما قلتش كده. انت بتقول بوضوح شديد كيف تصف هؤلاء بانهم بقالين. انا ما قلتلكش كده. نعم. لا ينفع اللي ما ينفعوش يبقوا بقالين. انا قلت في مقالي اللي انت بتشير اليه انه مجموعات الاخوان المسلمين لا تصلح حتى للعمل كبقالين، لانه البقال، خليني اشرح لك ببساطه، في السوق المصري يحافظ على القرش ويضمن بالتحديد كيف يمكن ان تكون البضاعه بالاجل، وبالتالي يعني عنده نظريته الاقتصادية والمالية البسيطة التي يعمل بها. فهم بهذه التصرفات الاقتصادية التي يقومون بها لا تنطبق عليهم مواصفات البقالين. اقرا المقال، ما تقراش عنوان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التجربة تثبت يا صديقي توني انه للأسف الشديد لا قدرة ولا رؤية ولا إمكانيات، والشعب يحكم. حضرتك فلول؟ أنا من القوى، أنا أنتمي لما أصنفه أنا بالقوى التقليدية في هذا المجتمع. خد بالك، هذه القوى التقليدية مش بس ال 50%، هذه القوى التقليدية تشمل عرض الطبقة المتوسطة، وأي حكم يريد أن يكون ناجحا وثابتا وله مشروعية في مصر لابد وأن يكون على اتصال وثيق بها ومعبر عن مطالبها. أنت مع أي صفة أو تلقيها الأقرب إلى هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون جبهة الإنقاذ أو جبهة الخراب؟ هي أول اسم أصله الجماعة كانوا بيستسهلوا. هم جابوا الاسم من قاموس الجزائر، يعني واخد بالك العبارة كده يعني متداولة بشكل أو بآخر. ربما كان عليهم أن يفكروا أكثر، لكن ليسوا جبهة خراب. لا بالعكس، ده ناس كانت ليسوا جبهة خراب لكنهم جبهة إنقاذ. لا وليسوا جبهة إنقاذ. بالعكس. لا هم دلوقتي في حالة تيه.